السلام عليكم ورحمة الله الإخوة. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقة كيفاش تغيروا الرسول كنترول. كما كتشوفوا الرسول كنترول ملي كيتهرسنا يعني مع الخدمة كيتهرس، غادي نوريكم الطريقة كيفاش تغيروه لراسكم. تبع معنا الفيديو حتى الآخر. أول حاجة كنفسخو هاد الفيس اللي كيشبرنا لي بلوك دي طونسيون، كنخرجو لي طونسيون كنخرجو من المكان ديالو كامل كما كتشوفوا معنا. من بعد كنفسخو هاد الفيس اللي كيكون هنا، ها هو الفيس هو هذا. كنرخو على الفيس واحد 3 دورات، بعد كنجبدو ديك الطونسيون عيد الدخلاني ديالو، كنحيدو هاد الكوبية هادي، ومن بعد كنخرجو ديك الرسول اللي مهرس من داخل. الرسول اللي تهرسنا كنخرجوه، يعني ملي كنخرج ديك الرسول كما كتشوف هذا الرسول الجديد عندنا هنايا واحد السلك كيكون هنا بحال الفران، او هنا هذاك كيطيح لنا هنا في هاد الساقية اللي كتكون هنايا. من بعد الطريقة ديال تركيب الرسول كنترول جديد كتكون على هاد الشكل هذا، كما كتشوفوا كندخلوه في ديك الفتحة على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معنا. بعد كنعوضو في البلاصة ديالو. هنا كنجيبو اللاكس ديال الطونسيون، كنحاولو كندخلو ديك الفران في ديك البلاصة ديالو، وكنبقى ندورو حتى كيطيح في البلاصة ديالو كما كتشوف هنا. وهنا كنبقى نقادو ديك الرسول كنترول باش كيتزيرنا البريسيون ديالو. من بعد ما كنقادوه كنزيرو الفيز ديالنا. من بعد ما كنزيرو الفيس كنركبو الكوبية ديالنا اللي كتفتح لنا الديسكات، ونركبو في البلاصة ديالو. الطريقة ديال التركيب راه سهلة، يعني بحال كندخلها في المكان ديالو كما كتشوفوا هنايا. كنحاولوا الديسكات ما يبقاوش مفتوحين، كما كتشوفوا الطونسيون راه مفتوح، ما خصوش يبقاو مفتوحين، يعني كنرجعوا شي شويه غير تشدوا لنا الديسكات. هنا كنزيروا الفيز ديالنا. هنا كما كتشوفوا الديسكات هما بقاو لنا مشدودين،